فيلمنا بيبدأ مع بوبي اللي بتصحى بسرعة يوم انتقال حبيبة والدها لنفس البيت اللي هي عايشة فيه، وبتقرر انها تنتقم منها جدا، لكن مولي اختها بتحذرها انها ما تزودهاش المرة دي لان كل مرة والدها بيعدها لها بالعافية، لكن بوبي ما بيهمهاش حد لانها متمردة وما بتحبش حد يتحكم فيها، وبتستنى العربية اللي فيها حاجات حبيبة والدها وبتخلي اصحابها يشيلوا كل حاجتها ويلعبوا بيها لحد ما بتاخد بوبي هدوم حبيبة والدها وبتنط بيهم في البحر وبتبوظهم. فبيجي لهم جيري والدها وبيقول لها ان المرة دي هو مش هيعديها لها، وبيقول لها انه قرر خلاص يدخلها مدرسه داخليه في انجلترا عشان تتعلم الادب والتربيه اللي هو ما عرفش يعلمهم لها. فبتروح بوبي عشان تشوف المدرسه وشكلها، فبتلاقيها شبه بيت الرعب وبتعرف انها داخله على ايام سودة، وبتتنقل بوبي على المدرسه الداخليه وبتقابل ابي مديرتها، وبتبقى بوبي مش عايزه تنزل حتى من العربيه لانها رافضه تدخل المدرسه، فبتجيلها ابي وبتقول لها ان ما عندهاش خلق تدخل في نقاش معاها عشان تقنعها تنزل من العربيه، يستحسن تنزل في هدوء. واول ما بتنزل بوبي من العربيه بتجذب انتباه كل المدرسه بسبب شياكتها، وبتيجي واحده اسمها كيت عشان تتعرف عليها وتعرفها على المدرسه كلها، فبتقول لها بوبي انها مش صاحبتها وان ليها اصحاب كتير ومش عايزه تبقى صاحبتها، وبتسيبها وبتمشي. وبتيجي هارت رئيسه الطلبه عشان ترحب ببوبي برضه، فما بترضاش انها تسلم عليها حتى، وبتبقى هارت هتنفجر منها بسبب قله ذوقها، وبتروح بوبي عشان تستلم الاوضه اللي هتقعد فيها، فبتلاقي ان في بنات هيقعدوا في نفس الاوضه بتاعتها وبتتصدم ان ملهاش مكان لوحدها، فبتحاول تستخدم موبايلها وبتلاقي ان مفيش شبكه في المكان نهائي، وبتفضل مستنيه شنطها اللي فيها كل لبسها، وبتبقى الشنط محطوطه في ممر المدرسه لحد ما كل اللي فيها بيبوظ وبيتغرق، وبتجيلهم ماتي مديره الدور وبتعاملها بوبي بطريقه وحشه جدا على اساس انها موظفه خدمه الغرف، لحد ما ماتي بتعاقب الاوضه كلها، وبيبقى كل اللي في الاوضه بيكرهوا بوبي جدا وبيجبروها تلبس الزي الرسمي بتاع المدرسه عشان عقابهم ما يزيدش، فبتلبسه بطريقتها عشان يبقى شكلها حلو فيه، وبتروح على قاعه الاكل عشان تاكل مع باقي الطلبه، وبتعترض على شكل الاكل انه مش المفضل بتاعها ومش هتاكل اللي قدامها حتى لو هتموت، وبتلاقي ان في شاب دخل القاعه اسمه فريدي وبيبقى ابن ابي مديره المدرسه، وكل البنات بتحبه ونفسها ترتبط بيه، لكن اكتر واحده بتقدر تتقرب له هي هارت رئيسه الطلبه، وبتروح بوبي بعدها على الحصص بتاعتها، واما بترجع لاوضتها بتدور على شبكه واي فاي عشان تقدر تتكلم مع صاحبتها لكن بتفشل، وبتقول لها جوزي زميلتها ان النت متاح بس في غرفه الكمبيوتر، بس ممنوع الخروج من الاوضه بعد ما النور يتقفل، فبتقوم تفتح النور عادي وبتروح على اوضه الكمبيوتر عشان تتكلم مع اصحابها وتقول لهم ان كل زمايلها فشلوا واغبياء وما يعرفوش حاجه عن الشياكه اصلا، واثناء ما بتتكلم مع صاحبتها بتلاقي ان في حد ماشي بره اوضه الكمبيوتر، واما بتمشي وراها بتطلع دربي زميلتها وهي رايحه للثلاجه عشان تاكل من الايس كريم، وفجاه بيتضرب انذار الحريق كنوع من التدريب على التصرف الصحيح اثناء الحريق، وبتيجي بوبي ترجع لاوضتها فبتلاقي ان ماتي واقفه في الممر ومش هتعرف تعدي من خلالها، فبتطلع من الشباك اللي جنبها وبتدخل اول شباك تلاقيه، فبتلاقي نفسها دخلت حمام شاب وبيقولها على الطريق اللي تاخده عشان تهرب منه من غير ما يشوفها ولا تشوفه، وبيعدي الموضوع على خير. وبيجي تاني يوم وبتبقى بوبي رافضه انها تشارك في تدريب الكوره اللي هارت رئيسته لانها فاكره نفسها محترفه فيه ومش محتاجه تدريب ولا حاجه، فبتنافسها هارت عشان تشوف امكانياتها فعلا، وبيخبطوا في بعض وبيتخانقوا، وبيشوفهم فريدي وهم بيضربوا بعض فبيسلم على بوبي وبيكمل طريقه، وساعتها بتولع هارت لانها معجبه بفريدي ومتضايقه ان ليه فريدي يسلم على بوبي اصلا، وبتقرر انها لازم تنتقم من بوبي باي طريقه، وبتبقى قابل مديره طلبت بوبي لمكتبها وبتقول لها ان المدرسه ليها قوانينها ولازم تتبعها وما فيش حد مشهور اتخرج منها، لانها لو ناويه تبقى مشهوره ومعروفه فيستحسن تسيب المدرسه وما تكملش فيها اصلا، وبتروح تقعد لوحدها عشان تفكر في كلام ابي، لكن نصيبها بتبقى قاعده تحت شباك اوضه هارت واللي بتخلي البنت اللي بتغسل لبسها ترمي ميه الغسيل من الشباك فبتقع على بوبي وبتغرقها، وبتروح بوبي على اوضتها وهي متضايقه من اللي بيحصل فيها بعد ما كانت عايشه حياه سعيده ومرفهه، وبتفضل قاعده متضايقه وزعلانه، فبتجيلها زميلتها كيت وبتقول لها انها لازم ترتب السرير بتاعها والموضوع مش صعب نهائي، وبتعلمها ازاي ترتبه، فبتشكرها بوبي وبتسالها هي ليه بتساعدها وهي بتعاملها وحش، فبتقول لها كيت انها متاكده ان دي مش شخصيتها الحقيقيه وبتتعامل بالطريقه دي لانها خايفه وعايزه ترجع لبيتها وحياتها الطبيعيه، وده رد فعل طبيعي جدا منها انها تبعد اي حد حواليها عن التعامل معاها، وبتنصحها انها لو عايزه ترجع لبيتها من تاني لازم تطرد من المدرسه، ودي حاجه مش سهل انها تحصل لان المجلس بيتمسك بطلابه بقدر الامكان، واهم حاجه انها لازم تعمل مشاكل كبيره في المدرسه عشان تترفد منها نهائي باجماع كل المجلس، وبتقرر كيت وزمايلها كلهم انهم يساعدوها في انها تطرد من المدرسه، واول حاجه هي انهم بيوزعوا صور لهارت على اساس انها فتاه ليل في المدرسه، وبيبوظوا حمام السباحه بتاع الطلبه، وبيفضحوا علاقه مدرس ومدرسه موجودين في المدرسه، وبيبقى اهم حاجه في الخطه ان دايما بوبي تبقى هي الملامه على كل المصايب دي، وبعدها بتلجأ بوبي لخطه تقرب من فريدي عشان تعصب هارت وتخليها عايزه ترفدها باي شكل وتتخلص منها، وبتحدد انها تعمل كده في الحفله بتاعت المدرسه يوم السبت، وبتحكي كل اللي بتعمله لصاحبتها من الايميل بتاعها، وبتبقى فاتحه من اوضه الكمبيوتر، وبتجيلها صاحبتها عشان هيقدروا اخيرا يخرجوا بره المدرسه، وبتحذرها انها لازم اما تقوم من على الكمبيوتر تخرج من الايميل بتاعها الاول لانها بتنسى، وقبل ما تتحرك على المدينه اللي هتخرج فيها بتقابلها هارت وبتجبرها انها تلبس
بلوزه عشان لبسها ما ينفعش تخرج بيه وبيبقى شكلها وحش، وبيروحوا على اول محل لبس عشان يشتروا منه لبس الحفله اللي عندهم بالليل، وبتختار لهم بوبي احسن لبس في المحل كله، وبيتحركوا على محل كوافير عشان يجهزوا نفسهم وشعرهم، وبتقرر بوبي انها تغير لون شعرها عشان تشد فريدي ناحيتها وتخلي هاريت تولع اكتر واكتر، وبعدها بيروحوا محل كحول وبيحاولوا انهم يشتروا منه مشروب ليهم، لكن لانهم صغيرين بيطردوا بره المحل اصلا وما بيقدروش يشتروا حاجه منه، وبيرجعوا كلهم على المدرسه بتاعتهم وبيجهزوا للحفله وبيكونوا لابسين احلى لبس في المدرسه كلها، وبتبقى الحفله ممله جدا لحد ما بتروح بوبي وبتشغل اغنيه سلو عشان ترقص مع فريدي، وبتتضايق هاريت من اللي بتشوفه فعلا، فبتحاول انها تبوظ عليهم الحفله وبتغير الاغنيه، لكن بوبي بتكمل رقص عليها عادي وبتفضل تشرب هي وصاحبتها لحد ما بتتعب وبتقع على الارض، وبيقومها فريدي من على الارض وبيروحوا سوا القاعه فاضيه، وبتحاول انها تتقرب لفريدي عشان تضايق هاريت اكتر، لكن فريدي بيرفض انه يستغلها بسبب انها مش واعيه لتصرفاتها وسكرانه، وبيقول لها انه هيبقى يقابلها بعدين في المدرسه، وبيجي تاني يوم وبيكون بدايه الدوري وكل زمايل بوبي تعبانين، والمديره بتكون عارفه ان كلهم شربوا كتير بسبب بوبي وبتحذرها انها مستحملاها كتير عشان خاطر والدها، لكن صبرها ممكن ينتهي وساعتها هتترفد من المدرسه، وده اللي بتكون بوبي عايزاه، وبتلاقي صاحبتها ديربي تعبانه ومش قادره تنزل الملعب، فبتضطر انها تنزل مكانها وتلعب لاول مره، وبتبقى السبب في فوز الفريق بسبب توجيهاتها الصح لزمايلها، وبتخليهم يسجلوا جون الفوز بالمباراه، وبتحتفل المديره بالفوز وبتقول لهم ان دي اول مره يفوزوا في مباراه من سنه 1976، وده بفضل بوبي، عشان كده اللي عايز يسجل في التمرين الخاص باللعبه بدل ما كان هيروح لهاريت يروح لبوبي لان هي اللي مسؤوله عن التدريب كله، وبتبقى هاريت مصدومه انها بدات تخسر نشاطها بسبب بوبي وبتكون عايزه تنتقم منها باي شكل، وبتبقى بوبي المسؤوله عن تدريب الفريق والسبب في فوز الفريق في كل الماتشات والتاهل لنهائي الدوري، وبتكتب لصاحبتها وبتحكي لها انها ناويه تطرد قريب من المدرسه، ده غير انها خارجه في موعد غرامي مع فريدي ابن المديره، وقبل ما تبعت الايميل لصاحبتها بتدخل عليها ديربي وبتقول لها ان فريدي مستنيها تحت، وبتنزل له فورا وبتنسى الايميل بتاعها مفتوح من غير ما تبعت الرساله، بيبان ان في حد استخدم الايميل بتاعها، وبتكون بوبي راحت لفريدي عشان يخرجوا سوا في المدينه القريبه منهم، وبيعترف فريدي باعجابه ببوبي، وبعد ما بيخلصوا خروجتهم بترجع لاوضتها وهي فرحانه، لكنها بتلاقي ان كل زمايلها في الاوضه قاعدين متضايقين وماسكين ورقه في ايدهم، وبتبقى رساله من ايميل بوبي مبعوثه لصاحبتها وهي بتشتم في زمايلها وبتقول عليهم انهم وحشين وما بيفهموش في الموضه واغبياء جدا، ده غير انها بتستغلهم لحد ما توصل للي هي عايزاه ومستحملهم بالعافيه لحد ما تطرد من المدرسه، وبتنكر بوبي انها بعتت اي حاجه من ايميلها اصلا، لكن محدش بيصدقها وبيفتكروا انها كذبت عليهم وحاولت تستغلهم فعلا بناء على الرساله اللي في ايدهم، وبتجري على فريدي عشان تحكي له اللي حصل لها، فبتلاقيه هو كمان معاه رساله من ايميلها وبتقول عليه انه شخص ساذج سهل استغلاله عشان تضايق هاريت مش اكتر، وانها ولا بتحبه ولا معجبه بيه وبتتسلى معاه بس، وبيقفل فريدي الباب في وشها اول ما بيشوفها عشان مش بيبقى طايق يتكلم معاها، وبيجي الليل وبتكون قاعده في المطبخ وهي زعلانه من اللي حصل وبتتصل بصاحبتها عشان تطلب مساعدتها، فبتلاقيها هي كمان مشغوله بسبب الحفله اللي عندها ومش فاضيه لها وبتقفل السكه معاها، فبتفضل بوبي تلعب بالولاعه بتاعتها لحد ما بتولع في الستاره اللي جنبها وبتطفيها بسرعه وبترجع على اوضتها تاني، لكن النار ما بتكونش اتطفت وبتولع في المطبخ كله، وبتكون ديربي موجوده في الثلاجه بتاكل ايس كريم كالعاده، واما بتلاقي ان في حريق حواليها بتدخل جوه الثلاجه عشان تتحمي فيها، لكن قفل الباب بيتقفل عليها وبتتحبس جوه، واول ما بتشوف بوبي اللي بيحصل بتتصل بالمطافي وبتضرب جهاز الانذار وبتصحي كل المدرسه عشان يخرجوا بره المبنى لان لو النار انتشرت في المدرسه ممكن حد يموت، وبتفضل ابي تعد الطلبه وبتاخد بوبي بالها ان ديربي مش موجوده وسطهم، فبتجري على المطبخ وهو بيولع وبتفتح باب الثلاجه وبتخرج بديربي بره الحريق وبتنقذها، وبعد ما الحريق بيطفي بيدخل فريدي عشان يعرف سبب النار من رجل المطاف، فبيدوس على ولاعه بوبي وبيعرف انها السبب وبيروح يديها لها وبيقول لها ان تهورها واستهتارها كان ممكن يموت زميلتها النهارده، وبتفضل شايله ذنب اللي حصل لحد ما بتروح لمديره المدرسه وبتعترف باللي عملته وبتحكي لها كل اللي حصل، وما بيكونش قدام ابي حل غير انها تحولها للتحقيق قدام محكمه الشرف لتحديد مصيرها ومستقبلها في المدرسه دي، وبتكتب بوبي رساله اعتذار لفريدي على اللي عملته وقالته عنه وان كل ده مش حقيقي، وبيتقابلوا هما الاثنين في القاعه وبيقول لها انه مصدقها ومش مهتم يعرف مين اللي وقع بينهم، فبتقول له انها اعترفت للمديره ومستنيه تتقدم للتحقيق خلاص، وبيكون زمايل بوبي عرفوا انها بلغت عن نفسها، وما بيفكروا بيقدروا يتاكدوا ان بوبي مظلومه لان وقت ارسال الايميل كانت بوبي بره المدرسه اصلا، وديربي دخلت على سجل دخول اوضه الكمبيوتر وعرفت ان هاريت هي اللي دخلت ورا بوبي الاوضه بعدها بدقايق، واكيد هي اللي عملت كده، وبيروحوا كلهم على اوضه المحكمه اللي بوبي موجوده فيها وبيحاولوا انهم يخلوا كل البنات تتعاطف مع بوبي، وبتبقى هاريت بتحاول انها تشيلها الذنب اكتر وانها سبب الحريقه وكانوا ممكن يموتوا كلهم، لحد ما ابي بتأمرها انها تقعد ساكته وبتسال بوبي عن اللي حصل، فبتقول بوبي انها كانت فاكره ان الحريقه اتطفت خلاص وخرجت من المطبخ وكانت لوحدها هناك علشان كده مفيش شاهد عليها انها طفت النار، لكن ساعتها بتقف كيت وبتقول انها كانت معاها وبتقف ديربي وبتقول نفس الكلام، وكل البنات بيقوموا عشان يدافعوا
يدافعوا عن بوبي، وبتتضايق هارت من اللي بيحصل وبتقول لهم ان هي السبب، واكبر دليل ان ولعتها هي اللي بدات النار في المطبخ واترمت على الارض. فبتسالها بوبي هي عرفت ازاي ان كان معاها ولاعه واترمت على الارض كمان، والتحقيقات ما قالتش حاجه عن اي ولاعه، لان فريدي لما لقاها خباها فورا واداها لها. وساعتها بتفهم ابي اللي حصل وبتؤمر هارت انها تروح على مكتبها فورا لانها سبب الحريقه اللي حصلت مش بوبي، وبتبقى بوبي بريئه من اتهامها وبالتالي مش هتطرد من المدرسه، وهارت اللي بتطرد. وبتستمر بوبي في المدرسه وبتكون السبب في فوز مدرستها بالدوري لاول مره من زمن طويل.